اخواتي في الله، تيتا، جدو، عمته، خالته، اجمعوا لي هنا في الفيديو، ماشي؟ بالله عليكم لما تشوفوا بيبي لسه مولود ما تقولوش ايه الواحد دي طلع ابيض اسمر مالكوش فيه. طلع ابيض لاهله، طلع اسمر لاهله، ما يخصكم. هو انتوا اللي حملتوا فيه 9 شهور؟ يعني بجد لما تبقى الام تعبانه 9 شهور متمرمطه ونايمه على ظهرها واخده فيتامين وكالسيوم وخدت كل انواع البرشامات والحقن اللي ممكن تاخدها ورايحه جايه على الدكتور وإشي سونار، إشي ده كله كوم وطلق الولاده كوم تاني، وانتوا تيجوا في الاخر تقول لك اصل الواد مش طالع حلو لامه، الواد مش واخد عينين ابوه. انت مالك؟ يعني ليه ممكن تحبوا تسمعوا كلمه تزعلكم؟ ما احنا بعد كده هيبقى الامهات تتسم بالبجاح. يعني هتيجي مثلا عمته تقول لها الواد طالع مش حلو، هتقول لها انت مالك؟ شكلك هيبقى وحش والله العظيم. فليه تحطي نفسك في هذا المزنق؟ وبعدين الناس اللي بتختار بقى المناسبات، تبقى الام يعني امها رايحه فرح تلاقي بقى واحده مقابلاها على باب القاعده لا وحش مش طالع لك جايبه وحش، يبقى اكيد اهل ابوه وحش. طب جبتوا الشتيمه لاهل ابوه اهو، ليه تاخدوا ذنب؟ هل الطفل ده مثلا انتوا هترتاحوا لما يكبر ويبقى جواه نقطه سودا ناحيتكم؟ ما هو يوما ما يمكن الطفل ده يطلع احمد زويل مثلا. تفتكروا احمد زويل ما تنمروش عليه؟ تنمروا، ما حدش اتعتق. انا نفسي ما اتعتقتش والله. ايه ده؟ لا ده سمره سنه، لا بطلوها رياضه، لا بطلوها تخرج في الشقه. انتوا مالكم؟ انت مالك يا بيه؟ ليه بتحشروا روحكم في حاجات مش بتاعتكم؟ هل مثلا الطفل ده لو كبر وبقى حاجه كبيره وانتوا رحتوا تتصوروا معاه، ما ممكن يقول لكم انا ما اعرفكوش؟ ما هي بقى ما انتوا بداتوا قله الاصل وقله القيمه مع الواد. ممكن بس لما تشوفوا طفل، يعني مش مطلوب من حضراتكم غير ان انتوا تقولوا اللهم بارك بسم الله ما شاء الله، نقطوا الواد وامشوا، مالكوش دعوه بيهم. الطفل ده بلاش تسيبوا له علامات سودا في حياته بالله عليكم، سيبوه بس يعيش حياته كده فتره. يعني احنا جايين على الدنيا دي ضيف خفيف. وبعدين الاطفال ده النظره في عينيهم كده بالدنيا، مالكوش دعوه بقى طلع ابيض طلع اسمر طلع حواجبه تقيله طلع شعره خفيف، دي حاجه ربنا بقى، دي ارزاق، فما تتدخلوش في ارزاق ربنا، ما تعترضوش. الحاجه الثانيه بقى اللي بتنرفزني والله العظيم، الحاجه اللي بتجلطني لما تلاقوا طفل شقي. ده طبيعي، يعني انتوا اصلا ربنا خلقهم يعملوا طاقه ومجهود، انتوا لو ما فرغتوش الطاقه دي هيفرغوها فيكم. الاهالي بقى جد وتيتا اللي ما بيستحملوش يقول الواد شقي، الواد عنيد، الواد ما بيسمعش الكلام، الواد بيتنطط زي القرد. انت مالك يا جدو؟ انت مالك؟ انت مالك يا تيتا؟ انت مالك يا عمته يا حربايه؟ انت مالك يا خالته يا مصرم؟ الواد حركي، والطفل اللي مش حركي اصلا تروحوا تكشفوا عليه تشوفوا ماله. يعني الطفل اللي ما بيخربش ويحط صباعه في الفيشه ويطلع فوق الكومودين وينط، واللي يطلع فوق السرير ويتدحرج وينزل على دماغه ويطلع كلكعتين هنا، ده ما مش طبيعي. يعني هو الطفل لو ما عملش كده يبقاش طفل. فسيبوهم بقى، سيبوهم اول 5 سنين في حياتهم كده يشموا نفسهم، يكسروا لكم شويه، وانتوا بتنقوا العفش، بنقوا عفش صعب التكسير. والامهات تقول لك ده انا شلت المكياج كله من على التسريحه، البت واخداه مدغدغه. يا ستي ما تشيليه، اعملوا دولاب حطي فيه المكياج، ارفعيه في ضرفه فوق. مش عاجبكم ما تجيبوش عيال. احنا خلاص وصلنا لسن ان احنا مش هينفع نتبهدل، يعني احنا مش هينفع نتبهدل في قلب الكافيهات ونتهان. يعني يبقى منظرنا ايه واحنا يعني بسم الله ما شاء الله طول بعرض وبنجري ورا عيل صغير بين الترابيزات؟ ده منظر انا عارفه ان هو منظر موزع، بس استحملوا انتوا اللي جبتوا الروح. يعني انتوا ربنا اكرمكم بالخلفه، استحملوا. الواد في الكيدز اريا وضرب 3 وانت رايحه تحجزي ما بين اهالي ال3، يعني عادي ابنكم. هنعمل ايه؟ خلاص هنتاسف ونعتذر وناخد الواد ونروح، مش هنعمل حاجه. الطفل محتاج مثلا يخرج بالنهار، فبابا في الشغل، ماما مش هينفع تنزل براحته، الواد عايز فيتامين د، طبعا انتوا ما بتعملوش كده، فبتفضل ماما قاعده بالواد في البيت، فالواد يكبت الطاقه فيطلع الطاقه في امه، فامه تقعد تشتكي، وابوه يجي اول ما يخش البيت ياخد نشره الاخبار في وشه ينكد على امه. وبعدين لما تلاقي ابنك بيزن احتويه يا ماما، طبطبي عليه، بس ما تلبلوش كل الطلبات، اقعدي بقى واتكلمي معاه كانه راجل كبير. بص يا حبيبي اصبر ان الله مع الصابرين، ونحاول نجيبه سكه، انما هننفذ له طلباته هيفضل يزن بقيه حياته. من الاخر سيبوا العيال تفرح، خلوهم ينبسطوا ويعيشوا سنهم زي ما انتوا عشتوا، ما تقرفوناش في عيشتنا.